فيديو بدون عنوان. ليه اخترت تمرن كاليستانكس؟ كنت بشوف فيديوهات، الكلام ده كان 2018، مختلفة، ناس بتتحرك بحرية، بتعمل تمارين صعبة جدا، وانا كان دايما من هوايتي ان انا بحب الحاجة المختلفة، ما بحبش الحاجة الروتينية اللي عليها زحمة. شدني اول حركات، شدني التمارين الصعبة. ما كنتش رياضي خالص، كان وزني 75، كنت رفيع جدا، ملم بأي رياضة تانية، يعني عمري ما لعبت رياضة. حاولت كذا مرة بس ما نفعتش، الموضوع ده يعني. وطبعا مريت بمراحل كل لاعب كاليستانكس مر بيها، مش هنخلص بقى. وطبعا لو انت لاعب كاليستانكس هتمر بمراحل، دي لازم انت تمر بيها. كون الحاجة اللي انت عايزها دي اللي انت بتتعب عشانها، هتتمرن، مش هتلاقي دايما نتائج في الاول، لازم استمرارية، وده صعب لان الانسان بيكونه ملول، ما بيحبش الروتين، بيمل من الاشياء. وربنا قال خلق الانسان عجولا، يعني دايما مستعجل، عايز الحاجة في وقتها، عايز الرزق دلوقتي. هتدرس، انا عايز انجح دلوقتي، انا عايز اتوفق دلوقتي، انا عايز الحركة دي اجيبها بسرعه. هو طبعا مفيش كده، بس طبعا مفيش كده، لازم الانسان يصبر على الحاجه اللي هو بيعملها، لازم تصبر على الزرع، تصبر عليه عشان يطلع لك ثمار. الدراسه بتصبر في المذاكرة عشان خاطر تتوفق وتنجح، بتصبر في الرياضة عشان خاطر تعرف تظبط جسمك وتطلع عضلات. فدايما في البداية الاستمرار بيكون صعب. انت لو عديت المرحلة دي انت عديت نص لأي لاعب كاسيكس ممكن يعديه. فلازم تستمر وتصبر عشان خاطر أكيد في الآخر هتموت، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. السعي هنا ان انت تسعى تعمل اللي عليك، تصبر، مالكش دعوه بالنتيجه، النتيجه ممكن توديك في حته وربنا كاتبها لك، ودي الخير ليك. عشان كده اصبر على الرياضه، ما تستعجلش في الحركات، ما تستعجلش في التمارين. مهم 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 قوي تدي كل فتره وقتها. يعني مثلا لو انت في مرحله البدايه لازم تتقن الاساسيات، عقله، ضغط متوازي، بحيث ان انت تقوي الفاصل والاوتار، تهيئ العضلات ان هي في حمل. لازم تعمل حمل تدريجي لان كتير جدا بنشوف اصابات خطيره. فلازم تستمر وتصبر وتدي كل فتره وقتها. يعني انت فترة المبتدئ انت لازم تتقن كل التمارين الأساسية، كل الأشكال، عشان خاطر تتهيأ إن أنت تخش على الحركات. ما ينفعش أكون جبت مثلا 10 بول أب، 10 بوش أب، 10 ديب، وأقوم داخل على الحركات على طول. لا، لازم أهيئ المفاصل والأوتار عندي إن هي تعمل حمل على المفصل مثلا كده. كل العضلات دي بتشتغل في الحركة. فأنت لو مش عامل تكافؤ بتمارين معينة بتاعة المركبة، تمارين مركبة، مش هتعرف تجيب الحركة، وهتتضايق وتحبط ومش متمرن. لا، انت في نقطة انت ما اهتمتش بيها، في نقطة انت اهملتها. عشان كده لازم تهتم بالاساسيات كويس قوي. تاني حاجة، ما تقارنش نفسك بحد، ما تقارنش نفسك بحد هو مع حاجة هي مش عنده. ليه؟ لأن هو ربنا كاتب له كده، رزقه بدي. فأنت ما تبصش لأرزاق ربنا هو بيديها لمين، خليك في نفسك. كل واحد ربنا كاتب له حاجة، ربنا رزقه بحاجة. ما ينفعش كل الناس يبقى عندها كل حاجة، لازم يبقى في حكمة، ودي حكمة ربنا هو اللي يعلمها. يعني الحاجة عندك مش عند غيرك، الحاجة عند غيرك هي مش عندك. هنا الرضا، ان انت ترضى باللي مكتوب او باللي عندك او باللي ربنا كاتبه لك، عشان خاطر يرضيك. انت لو رضيت باللي ربنا كاتبه ربنا اكيد هيرضيك. فما تبصش مهما كان هو عنده امكانيات، لا، في ظل الظروف الصعبة مثلا ان انت بتمر بيها، انت مش شايف برضه هو ممكن يكون عنده ظروف صعبة، بالنسبة له هو ظروف صعبة، انت لو عرفتها هتلاقيها تافهة خالص. فلا، كل واحد بمقدار ما يتحمل، ربنا بيرزق كل واحد بمقدار ما يتحمل. مش هيبقى حلو ليك في صالح ليك، فدايما اللي ربنا كاتبه هو الخير ليك، تأكد من ده. الحاجة التالتة نصيحة، خد المعلومة من ناس موثوق فيها. يعني خد المعلومة من ناس فعلا بتتكلم بعلم. كتير قوي فيديوهات موجودة على السوشيال ميديا بيتكلموا عن الحركة، بيتكلموا عن رياضة الكاليستانيك. صدقني، بص، الناس هي مرت بتجربة، ده أولا أهم حاجة تجربة. ثانيا هي فهم. الناس اللي مرت بتجربة هي عارفة المرحلة دي انت لو وصلت عندها هتعديك منها ازاي. فدي اللي تتابعها، دي اللي تهتم بالفيديوهات بتاعتها، بالمحتوى بتاعها. ودايما محتوى الناس كلها موجودة طبعا أحسن ناس، بس في فرق هنا لما بنقول إن إحنا عايزين نساعد شخص عايز يبدأ كاليستريكس أو عايز يبدأ رياضة جديدة. فمن كتر الفيديوهات اللي موجودة على السوشيال ميديا أو اليوتيوب، الواحد بيشتت، ما بيعرفش يعمل إيه. بس ممكن يلاقي تمرين يتمرنه، يلاقي كابتن تاني كنت منزل فيديوهات تانية. طب أنا أعمل إيه؟ كل واحد ليه جينات، كل واحد ليه دماغك فاهمة الحركة إزاي، جسمك مستوعب التمرين إزاي. دي الفكرة. اللي مر بمرحلة أو مر بتجربة من إن هو زيك كده مثلا، هتلاقيه دايما عارف الحتة اللي أنت بتقع فيها، هتلاقيه بينتش لك منها. يعني
بيعديك منها بسرعة، فهيأثر عليك شوية، مش هيخليك تاخد وقت طويل. بس كده حبيت ان انا اشرح. طبعا احنا كنا مبتدئين، فاحنا اي شخص على السوشيال ميديا بيعمل اي حركات صعبة هو كان زي كان مبتدئ. ما تحبطش، كل حاجة بتيجي بالوقت، كل حاجة بتيجي بالاستمرارية، كل حاجة بتيجي بالصبر. وتأكد ان اللي انت بتعمله كويس، ربنا دايما بيوفقك ليه. ده بيخلي ان انت ما يخليش عندك وقت فراغ، ما يخليش ان انت مثلا تقعد تسكرولنج على السوشيال ميديا ما تتفرجش على ابحاث. ده بيطلعك من كذا حاجة فدايما ربنا هيوفقك ان انت فعلا عايز تغير منك. فان الله اذا رأى منك خيرا عان. فكمل، وانا داعم ليك لاي حد مبتدئ ولاي حد عايز يبدأ. احنا كلنا كنا مبتدئين، كلنا كنا زيك، كلنا كنا في المرحلة، وفي الغالب ما كانش في حد بيوجهنا. انت دلوقتي معاك ما شاء الله كذا كابتن وكذا موجود، كذا كوتش موجود على السوشيال ميديا، تقدر ان انت تاخد منهم الفايدة من المحتوى اللي هم بيقدموه. بس خد اللي عنده تجربة، مش اللي عنده علم قوي. اشكركم ان انتوا اتفرجتوا لحد دلوقتي. صلوا على النبي، اشوفكم على خير.